اهلا بيكم شباب، فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن نقطه مهمه جدا في فلاتر، والنقطه دي فعلا بتفرق في طريقه كتابتك للكود. يعني لو انت عارف النقطه دي هتلاحظ ان انت بتكتب الكود بتاعك بشكل ابسط بكتير. بس طبعا قبل ما نبتدي نتكلم في النقطه دي ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل وتفعل زر الجرس وتسيب لي رايك في الكومنتس. وطبعا لو عندك اي توتوريال عايز نعملها ممكن برضو تسيبها في الكومنتس. النهارده بقى يا شباب هنتكلم عن حاجه اسمها extensions methods. طبعا الاسم ممكن يكون جديد عليك او ممكن ما يكونش جديد عليك، بس انا حابب النهارده بقى اشرح لك الموضوع ده بالتفصيل، واوضح لك كمان ازاي فعلا هيفرق معانا بالفعل في طريقة كتابتنا للكود. يعني النهارده الموضوع بالكامل هيوضح. بس في البداية خالص تعالى كده اوضح لك هو احنا ليه محتاجينها وازاي ممكن نستخدمها، وبعد كده ندي مثال عملي فعلا على الموضوع ده. فدلوقتي يا شباب طبعا زي ما انت شايف ده بروجكت فاضي خالص، يعني ده الديفولت بروجكت بتاعنا ما فيهوش اي حاجه خالص. انا دلوقتي حابب اوضح لك احنا ليه ممكن مثلا نستخدم حاجه زي الاكستنشنز ميثودز اللي احنا لسه مش عارفين ايه هي دلوقتي. بس تعالى كده ناخد مثال. فنفترض مثلا التكست ويدجت دي انا همسح كل السترنج اللي فيها ده، يعني همسح كل الكلام ده خالص واحط بدال الكلام ده كله مثلا رقم، فنفترض 5. تمام. ودلوقتي تعالى نفترض ان انا عايز اعمل عملية بسيطة خالص. ايه العملية دي؟ كل اللي انا عايز اعمله دلوقتي ان انا احول السترنج ده لانتجر بس مش اكتر. يعني انا عايز احول السترنج ده لانتجر. فانت عارف ان العملية دي عشان تتم انا بستخدم كلاس اسمه انتجر، واقول دوت واعمل عمليه بارس عاديه جدا واديها السترنج اللي هو ضمنيا بيبقى رقم، هو تلقائيا بيحوله لي ايه؟ لانتجر. وبعد كده ممكن اشيل الكونس دي واحط هنا دوت تو سترينج عشان الايرور يختفي، لان طبعا في المكان ده لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى سترينج. فطبعا هي عمليه ملهاش لازمه دلوقتي، بس انا حابب اوضح لك انا عملت ايه هنا بس عشان الموضوع يوضح بالنسبه لنا. انا دلوقتي كل اللي انا عملته ان انا لاحظت ان انا محتاج احول السترينج ده لانتجر. فطبعا الطريقه الوحيده المتاحه ليا حاليا دلوقتي ان انا استخدم كلاس موجود بالفعل اسمه انتجر، واستخدم ميثود موجوده جواه اسمها بارس اديها السترينج تحولها لي لايه؟ لانتجر. طريقه بالفعل موجوده وسهله الاستخدام بالفعل اساسا، وانا بستخدمها كتير جدا. لكن خلي بالك انا مش جاي اكلمك عن مشكله مثلا واحنا هنحلها، لا انا جاي اكلمك عن طريقه هنبسط فيها الكود بتاعنا. يعني انا مش هقولك في مشكله عندنا وده الحل بتاعها خالص، لا احنا النهارده جايين نبسط الكود بتاعنا. فدلوقتي تعالى نتخيل مثلا لو كان في طريقه ابسط من ان انا اكتب اللاين ده. يعني هل في طريقه ابسط من كده؟ هقول لك يمكن في طريقه ابسط من كده بالفعل. هتقول لي ايه هي؟ هقول لك فلنفترض مثلا ان انا هنا كان عندي السترنج العادي بتاعي اللي هو رقم 5. طب ايه رأيك مثلا لو كان السترينج ده اصلا في ميثود؟ يعني لو رحت حطيت دوت اوبريتور كده كان في ميثود هنا بالفعل اسمها تو انتجر. طبعا انت لو قلبت كده مش هتلاقي الميثود دي موجودة اصلا. وعلى فكرة انا اول مرة استخدم فيها دارت اصلا لما كنت حابب احول من سترينج لانتجر. اول حاجه عملتها ان انا رحت على السترينج وحطيت دوت اوبريتور ودورت على التو انتجر، لان انا توقعت ان في ميثود زي كده موجوده اصلا. تمام. لكن ما لقيتش الميثود دي بالفعل، ولقيت ان الطريقه المتعارف عليها هي ان انا اعمل انت دوت بارس. لكن طبعا زي ما انت شايف مفيش الميثود دي جوه ايه؟ جوه الكلاس اللي اسمه string. يعني انا حتى لو حاولت اكتبها تو انتجر كده وحطيت القوسين هتلاقي مفيش اي حاجه ومدينا ايرور. فطبعا زي ما انت شايف دي طريقه كده خاطئه في ان انا اطبق الموضوع ده. يعني انت ما ينفعش تستخدم الطريقه دي عشان تحول من string لايه؟ لانتجر. ما ينفعش اصلا. لكن دلوقتي تعالى نفترض مثلا ان هي موجوده. يعني تعالى نفترض ان الميثود دي بالفعل موجوده. انا عايز اسالك سؤال دلوقتي، انهي الابسط في الاستخدام؟ هل ان انا دلوقتي اروح على السترنج على طول واقول له دوت تو انتجر، ولا ان انا مثلا امسح الكلام ده كله كده واقول هنا انت دوت بارس وبعد كده احط السترنج بتاعي؟ يعني انت شايف انهي الابسط في الاستخدام؟ هل المنظر ده ولا المنظر اللي كان موجود من شويه يا شباب؟ طبعا انا في الحاله دي شايف ان المنظر ده ابسط بكتير، لان المنظر ده ما اضطرينيش اعمل اي حاجه اصلا. هو يا دوب انا رحت على السترنج زي ما هو وحطيت دوت اوبريتور وقلت له هات لي الميثودز اللي موجوده هنا. ده كل اللي انا عملته حرفيا. لكن طبعا الطريقه دي مش موجوده، انا بفترض معاك دلوقتي. وهنا بقى يظهر يا شباب أهمية الاكستنشنز ميثودز، لأن في بعض الأوقات وأنت وبتكتب كود ممكن تفكر كده في دماغك يمكن في طريقة أبسط من كده كانت المفروض تبقى موجودة لكن هي إيه؟ مش موجودة. وهنا بقى تظهر لنا أهمية الاكستنشنز ميثودز، إن الاكستنشنز ميثودز دي يا شباب نقدر نستخدمها عشان نضيف ميثودز لكلاسز موجودة بالفعل. يعني انا دلوقتي نفسي فعلا التو انت ميثود دي تبقى موجوده مع الكلاس اللي هو ايه؟ السترنج. يعني اي سترنج بالفعل يقدر يستخدم التو انتجر ميثود دي لو هو ايه؟ لو هو عايز. فانا نفسي اعمل حاجه زي كده.
ودي عشان نطبقها بقى هنا فعلا تظهر أهمية الاكستنشنز ميثودز. ليه بقى بتظهر؟ لأن الاكستنشنز ميثودز دي ممكن بالفعل نستخدمها عشان نضيف بعض الميثودز لكلاسز جاهزة. يعني لو انت في مرة كده فكرت ان الكلاس ده لو كان عنده الميثود دي كانت الدنيا هتبقى اسهل، على طول دماغك تروح على ايه؟ على الاكستنشنز ميثودز، لان انت بالفعل ممكن تستخدمها عشان تضيف ميثودز لكلاسز موجودة ايه؟ موجودة بالفعل. فدي كده بالنسبة لنا اول نقطة اللي هو احنا ليه محتاجينها اصلا. تعال بقى نتكلم في النقطة التانية ازاي نطبق الكلام ده، وخلي بالك ده بالنسبة لنا لسه اول مثال، في مثال تاني عملي جدا وانا بستخدمه كتير جدا اصلا هنقوله برضو عشان الدنيا تبقى اوضح. بس دلوقتي تعالى كده نطبق الكلام ده. يعني انا حابب احول الكلام ده اللي هو الافتراضي بتاعي لايه؟ لكود بالفعل اقدر استخدمه. فتعالى ننشئ اكستنشن. اصلا ازاي انشئ اكستنشن؟ هل الموضوع صعب؟ هقول لك لا، الموضوع بسيط جدا. كل اللي انا بعمله ان انا بروح اكتب كلمه اكستنشن هنا. انا كده بدات انشئ الاكستنشن بتاعي، بعد كده بديله اسم. الاسم طبعا بيعبر عن الاكستنشن ده هيعمل ايه. يعني انا ناوي انشئ الاكستنشن ده عشان احط ميثود فيه اسمها تو انتجر. الميثود دي الهدف منها ان هي بتعمل بارس لايه؟ لسترينج. فانا ممكن اقول مثلا ان هي ايه؟ بتعمل نمبر بارسنج. ده اسم الاكستنشن، يعني بيعبر عن الحاجة اللي بتستخدم فيها بالفعل. تمام. طبعا انت ممكن تدي اسم مختلف على حسب انت شايف ايه، المهم بس ان الاسم يكون معبر شوية بس مش اكتر. تمام. وبعد كده لو لاحظت هو مديني ايرور. بقى ليه مديني ايرور؟ لان انت لو وقفت على كده الاكستنشن دي هتلاقي ان هو بيقول لك خلي بالك في الاون كيورد دي ناقصة. هتقول لي ايه الهدف منها؟ هقول لك بكل بساطه، انت دلوقتي بتستخدم الاكستنشن دي عشان تضيف بعض الميثودز اهو زي الميثود دي لكلاسز موجوده بالفعل. فانت بتيجي في المكان ده بقى عن طريق استخدام الاون كيورد بتقول له الميثودز دي هتضاف على انهي كلاس. ما انت لازم تحدد، انت دلوقتي هتحط مجموعه من الميثودز دي هتضاف لكلاس معين، انت المفروض بقى تحدد اسم الكلاس ده. ما مش معقوله هتضاف على كل الكلاسز وخلاص، فانت بالتالي لازم في المكان ده تحدد اسم الكلاس. فبالتالي انت في المكان ده بتحط اسم الكلاس اللي انت بالفعل مهتم توفر الميثودز دي ليه. فطبعا دلوقتي انا مهتم اوفر الميثودز ليه للكلاس ده. الكلاس ده اللي هو ايه؟ string. فبالتالي انا في المكان ده ممكن اكتب ايه؟ اكتب string هنا، وبعد كده افتح كيرلي براكتس. فانت بالفعل دلوقتي انشأت اكستنشن اسمه نمبر بارسنج. الاكستنشن ده شغال على الكلاس اللي اسمه string. يعني ايه شغال على الكلاس اللي اسمه string؟ يعني اي ميثود هتتكتب في المكان ده بيتم توفيرها للكلاس ده. يعني اي string بقى قدامك يقدر يستخدم الميثودز اللي موجوده في المكان ده. هنشوف الكلام ده دلوقتي. وبالفعل الميثود اللي في دماغنا موجوده. يعني انا دلوقتي حابب استخدم التو انتجر ميثود دي، فدلوقتي تعالى ننشئها. انت دلوقتي هتنشئ ميثود عاديه جدا. الميثود دي اسمها تو انتجر، فانت خلاص حددت الاسم، لكن محتاج تحدد باقي الحاجات زي مثلا الريتيرن تايب بتاعها. انت طبعا عارف ان التو انتجر دي هتحول string لانتجر، يعني المفروض في الاخر بتتشال كده وترجع لك ايه؟ ترجع لك انتجر. فمعنى كده الريتيرن تايب بتاعها هو ايه؟ هو انتجر. الموضوع بسيط يعني. فتعالى هنا نكتب في المكان ده الميثود دي. هقول هنا انتجر، بعد كده اسم الميثود to int، ده كده اسم الميثود، بعد كده curly brackets. وبعد كده تكتب هنا الكود العادي بتاعك خالص، الكود اللي انت بالفعل كنت بتكتبه عشان تعمل عمليه ايه؟ عمليه بارسنج. يعني انا دلوقتي لو هعمل عمليه بارسنج للسترنج يا شباب كنت بعمل ايه؟ كنت بقول int بعد كده دوت بارس، وهنا بحتاج ايه؟ بحتاج السترنج، واللاين ده بيرجع لي ايه؟ بيرجع لي الانتجر اللي انا بالفعل عايز استخدمه. ممكن انت هنا تعمل ريتيرن على طول للقيمه دي اللي هو الانتجر اللي هيجي لك هنا، اعمله ريتيرن على طول. او لو انت الشكل ده ملخبطك ممكن اهو هقول انتجر مثلا نمبر بالمنظر ده، واعمل ايه؟ واعمل ريتيرن للانتجر في لاين جديد اهو ريتيرن للنمبر. تمام. انا هنا بكتب الكود العادي بتاعي خالص اللي هو بيعمل عمليه بارسنج بدون اي مشاكل، مفيش اي حاجه جديده هنا. اللي ممكن يلخبطنا هنا بقى هو السورس بقى، اللي هو القيمه بالفعل اللي انا عايز اعمل لها بارسنج دي هجيبها منين؟ يعني منين هجيب بقى القيمه دي؟ ودي نقطه بسيطه جدا، بس دي بالنسبه لنا اللي ممكن تلخبطك في البدايه خالص. هقول لك خلي بالك، انت هنا لما بتقول له انا عايز اشغل الاكستنشن ده على السترنج، فمعنى كده ان اي سترنج انت هتستخدمه تقدر تاكسس القيمه بتاعته عن طريق يا شباب كلمه this keyword دي. لان this keyword دي بتعود على السترنج اللي بيتم استخدامه دلوقتي. بمعنى لما انا اجي هنا مثلا على السترنج ده واقول to integer اهو بالمنظر ده، فخلي بالك دلوقتي this دي عايده على مين؟ عايده على الخمسه دي، لان دي السترنج اللي بالفعل استخدمت الميثود دلوقتي. فمعنى كده ان بيتم استبدال this keyword دي بايه؟ برقم 5 اللي هو السترنج يعني بالمنظر ده. فيبقى انا دلوقتي لما احب استخدم حاجه
من الكلاس اللي انا بشتغل عليه. كل اللي انا محتاج اعمله ان انا استخدم الزيس كيورد. ليه؟ لان الزيس كيورد دي بتعود على السترنج اللي انا حاطط عليه ايه؟ الاكستنشن. فكده الموضوع بالنسبه لي بقى بسيط. فدلوقتي بالفعل انا انشات اكستنشن اسمه نمبر بارسنج. الاكستنشن ده شغال على السترنج. كل اللي هو فيه دلوقتي ميثود اسمها تو انتجر. الميثود بترجع لي انتجر عادي جدا وبتعمل بارسنج. طب بتعمل بارسنج لايه؟ للسترنج اللي انا شغال عليه دلوقتي ايا يكن بقى كان ايه. يعني مثلا في حالتك انت كان 5. فزي ما انت شايف دلوقتي بقى السترنج العادي بتاعنا، اي سترنج موجود دلوقتي في البروجكت لو رحت حطيت دوت كيورد هتلاقي التو انتجر ميثود موجوده. بص انت بقى اللطافه، يعني بص انت الموضوع جميل جدا ازاي. يعني انت دلوقتي ضفت ميثود لكلاس موجود بالفعل. انت ما رحتش بقى انشأت ميثود خارجيه والكلام ده وبدات تستدعيها، لا خالص، هي الميثود لكن متضافه عليه يا شباب، متضافه على الكلاس اللي اسمه string. فبالتالي بقى سهل عليك ان انت تحول اي string لانتجر في لاين واحد حرفيا. طبعا دلوقتي هو معترض عشان بس ايه دي تكست ويدجت، فلازم في المكان ده يكون ايه، يكون انتجر. فممكن تضيف حاجه تانية تو string كده عشان نتاكد بس ان الموضوع شغال. وطبعا لو بصينا كده مثلا هتلاقي ان الموضوع شغال عادي جدا بدون اي مشاكل خالص. يعني بالفعل اتحول ورقم 5 معروض هنا اهو في المكان ده، يعني ده رقم 5 بالنسبه لنا. فزي ما انت شايف بالفعل شغاله. يعني لو حطيت هنا 6 كده هقول 6 تو انتجر، بعد كده هتتحول لسترنج عشان تتعرض، هتلاقي ان انت عندك 6 هنا. فالموضوع كده شغال بالفعل. واضح جدا ان الاكستنشنز يعني حاجه بسيطه جدا بنستخدمها لما نحتاج نضيف ميثود على ايه، على كلاس موجود بالفعل، لان هي بتسهل علينا طريقه كتابه الكود. وزي ما انت شايف ده مثال يعني عملي، هو بسيط جدا. يمكن تحس ان الموضوع ملوش لازمه دلوقتي لان هو مثال بسيط، لكن ممكن نستخدمها بقى في حاجات تانية. فتعالى دلوقتي بقى ابتدي ادي لك مثال ممكن فعلا تبتدي انت دلوقتي وتستخدمه، هيسهل عليك شغلك فعلا. دلوقتي احنا مثلا لما بنحب ننقل على شاشه جديده، فانا عارف ان انا بستخدم النافيجيتور كلاس. يعني مثلا تعالى كده نروح على البوتن مثلا، ده كده البوتن بتاعنا اهو. تعالى نمسح الميثود دي كده واحط انا ميثود جديده، وهحط هنا النافيجيتور كلاس بتاعي. هقول نافيجيتور دوت بوش مثلا، وهنا هحط راوت جديد. انا عارف ان اسم الراوت ماتيريال بيج راوت، تمام. وهنا هحط الكونتكست، وبعد كده هنا اعمل ريتيرن بقى الويدجت الجديده. ممكن احط سكافولد دلوقتي وخلاص، يعني اي حاجه بالمنظر ده وخلاص. ونحط البادي مثلا تبقى بليس هولدر وخلاص، جميل جدا. واحط هنا سيميكولن. فانا عارف دلوقتي ان الكود اللي قدامي ده بيعمل بوش لويدجت جديده مش اكتر. يعني انا لو رحت كده على الكود بتاعي وعملت مثلا على البوتن كده فراح على فيو جديده زي ما انت شايف. موضوع بسيط يعني ما فيهوش اي مشاكل خالص يعني. بس لو لاحظت الكود اللي انا بكتبه هنا كود فعلا كتير، يعني كود ممل. يعني انا كل مره بعمل فيها نافيجيشن بصراحه هتعب من كتابه الكود ده، همل. يعني بالنسبه لي الموضوع ممل جدا، لسه هكتب كل الكود ده. طب ايه رايك دلوقتي لو انا فكرت في طريقه ابسط من كده في كتابه الكود؟ يعني انا فكرت لو كان مثلا عندي طريقه ابسط من كده. مبدئيا احنا عارفين ان الكونتكست ده هو العامل الرئيسي في عمليه النافيجيشن، لان ده اللي بيحدد مكان الويدجت في التري. فبالتالي ايه رايك مثلا لو انا كنت اقدر استخدم الكونتكست بشكل مباشر بدل كل الكلام ده اللي ملوش داعي؟ ما انا يهمني الكونتكست والويدجت اللي انا ايه، اللي انا بعمل لها بوش، ده فعلا اللي فارق معايا دلوقتي. فدلوقتي ايه رايك لو انا مثلا كان عندي القدره ان انا اكتب هنا كونتكست واقول دوت مثلا تو بيج مثلا او تو فيو ايا يكن، مثلا تو فيو كده، واكتب هنا اسم الفيو مثلا في المكان ده، واحط في الاخر ايه، سيمي كولن. ايه رايك في المنظر ده من ايه، من المنظر ده؟ يعني تفتكر انهي الابسط؟ اكيد المنظر ده. فطبعا دلوقتي هنا برضو نلجأ لموضوع الاكستنشن. ايه موضوع الاكستنشن ده؟ ان انا دلوقتي مهتم فعلا ان انا اضيف ميثود جديده على الكلاس اللي اسمه كونتكست ده. خلي بالك الكلاس ده طبعا اوف تايب بيلد كونتكست، فانت دلوقتي لما تحب تقول اسم الكلاس يبقى اسم الكلاس بيلد كونتكست. جميل جدا لحد كده. فانا طبعا دلوقتي عايز اضيف الميثود دي على الكلاس ده عشان بكل سهوله اقدر اعمل عمليات النافيجيشن بدون ما اكتب كل الرغي اللي على الفاضي ده. فدلوقتي ممكن احاول اطبق الكلام ده. ايه رايك مثلا لو انا جيت هنا عملت اكستنشن جديده مثلا، سميتها مثلا navigation extension. تعال بس نكتب كلمة extension صح. extension، هو انا عشان جوه بس الاكستنشن دي فمش ظاهرة معايا، يعني عشان جوه الاكستنشن دي فمش ظاهرة معايا. تعالى كده نعمل لها كومنت كده، ملهاش لازمة دلوقتي اصلا عشان ما تلخبطناش. وتعالى كده ننزل هنا ننشئ extension جديدة هنسميها مثلا navigator extension بالمنظر ده.
طبعا ممكن تسمي اي اسم معبر، يعني انا للاسف سيء جدا في التسميه، فانت لو في اسم افضل ممكن تكتبه هنا. بعد كده ممكن استخدم الاون كيورد عشان احط الاكستنشن ده، او عشان احط الميثودز اللي جوه الاكستنشن دي فوق الكلاس اللي انا مهتم بيه. فانا طبعا الكلاس اللي انا مهتم بيه هو الكونتكست. خلي بالك انا ليه حددت الكونتكست، يعني عشان عارف النقطه دي هي اللي ممكن تلخبطك. مبدئيا الكونتكست حاجه رئيسيه في عمليه النافيجيشن. ثانيا هي ابسط حاجه فعلا ممكن اكتبها، لان انا كده كده محتاج الكونتكست في عمليه النافيجيشن، فبالتالي افضل حاجه ان انا استخدم الكونتكست، عشان لما اجي اقول this اللي يرجع لي يا شباب، اللي يرجع لي الكونتكست. ما انت دلوقتي اكيد هتحتاج الكونتكست في عمليه النافيجيشن، والزيس بترجع لك قيمه الحاجه اللي انت بتعمل عليها الميثود. فبالتالي لما رحنا هنا عملنا زيس مع السترنج ده، رجع لي قيمه السترنج اللي انا عايز اعمل لها بارسنج. فبالتالي افضل حاجه بالنسبه لنا في المكان ده هي الكونتكست. ما تقلقش الموضوع هيوضح اكتر لما اخلص كتابه الكود هنا. فدلوقتي انا حددت اسم الكلاس اللي هو ايه، build context، فهكتب هنا build context. وبعد كده في المكان ده بتحط عمليه النافيجيشن العاديه خالص. طبعا ببتدي احط اول حاجه الميثود اللي انا مهتم بيها. فزي ما قلت لك الميثود مثلا هسميها to view، ده اسم الميثود بتاعتي. طب الميثود بتعمل ايه يا شباب؟ بتعمل عمليه نافيجيشن عاديه خالص. تعالى ناخد الكود ده كده كوبي زي ما هو، ونحطه فين؟ نحطه في المكان ده. طبعا الكونتكست هجيبه منين؟ هقول لك، ما عشان كده انا حطيته على البيلد كونتكست بقى. ليه؟ لان انا دلوقتي محتاج بقى الكونتكست. طب ما انا عارف ان انا اقدر استخدم الكونتكست عن طريق الزيس كيورد، لان الزيس بتعود على ايه؟ على الكلاس اللي انا مستخدمه عشان اطبق الميثود. فمجرد ما استخدم الكونتكست هنا عشان اكسس الميثود دي، الزيس دي بتعود على ايه؟ بتعود على الكونتكست اللي انا بالفعل استخدمته. فبالنسبه لي كده الموضوع بقى ايه؟ بقى ابسط. دلوقتي بقى اللي فاضل ان انا عايز اعمل ريتيرن هنا للفيو اللي انا مهتم بيها. طبعا ما ينفعش اسيب الفيو بالمنظر ده. ليه ما ينفعش؟ لان اكيد انا مش كل مره هعمل بوش على ايه، على الويدجت دي. لا، انا عايز الموضوع بالنسبه لي يبقى متغير، فبالتالي دي لازم تكون ايه، متغيره. فانا ممكن هنا اقول له خلي بالك انا هستقبل منك ويدجت اسمها ايه، اسمها فيو مثلا، واستخدم الفيو في المكان ده. تعالى بس نكتب ويدجت صح، ويدجت بالمنظر ده، واقول له هنا هتعمل لي ريتيرن للفيو اللي انت مهتم بيها بالمنظر ده. فدلوقتي بقى لو لاحظت بقى عندك هنا ميثود اسمها context to view، وهنا بتكتب اسم الفيو فقط لا غير. يعني تعالى نكتب مثلا نفس الكود ده، تعالى ناخده كوبي لان انا بصراحه مكسل اكتبه، تعالى نحطه في المكان ده. ممتاز. وتعالى نمسح بقى الكود ده ملوش لازمه. وطبعا يعني الكود ده تعالى نرجعه زي ما كان الاول عشان ايه، ما يعملناش ايرور. ممتاز جدا. وتعالى بقى نجرب نشوف هل الكود ده شغال ولا لا. نعمل اول حاجه بس سيف كده نتاكد ان كل حاجه شغاله، وبعد كده تعالى نجرب. تعالى نعمل كده كليك. زي ما انت شايف عمل عمليه نافيجيشن. الموضوع كان ممتاز بصراحه وبسيط جدا. انا صراحه يعني مش بعمل عمليه النافيجيشن اللي هي الممله دي. يعني انا دايما بحاول اخلي الكود بتاعي ابسط علشان بس تكون الدنيا سهله بالنسبه لي، لان انا بمل من كتابه كود يعني روتيني كل شويه بكتبه هو. فبالنسبه لي لو في طريقه افضل اكيد هستخدمها. فزي ما انت شايف عمليه الاكستنشنز فعلا رهيبه. يعني فعلا الموضوع ده بالنسبه لي كان فارق جدا. لما عرفته وابتديت استخدمه لاحظت فرق رهيب. زي ما انت شايف دلوقتي انا حولت عمليه النافيجيشن للمنظر ده. وده برضو يديلك فكرة عن الباكجز اللي انت بتستخدمها. لما تلاحظ ان هو بيستخدم مثلا كونتكست او مثلا بيستخدم رقم وتلاقيه ضايف عليه ميثود كده بالنسبة لك مش موجودة خالص، فتعرف هو ازاي ضاف الحاجات دي اصلا. هو كل اللي عمله ان هو استخدم extensions methods عشان يخليك انت تستخدم الميثودز دي بشكل ابسط بكتير جدا مع ايه، مع الكلاسز العادية بتاعتك. حرفيا الموضوع بالنسبة لك بسيط جدا. فزي ما انت شايف الموضوع كده بالنسبة لنا بقى بسيط جدا. يعني لو انت دلوقتي قارنت اللاين ده باللاين ده اكيد تقدر تخمن انهي فيهم الابسط. يعني انا مش محتاج اقول لك ان اللاين ده بالنسبه لنا الابسط. وطبعا انا استخدمت الكونتكست لان انا محتاج الكونتكست في عمليه النافيجيشن عشان اقدر استخدم هنا الزيس. والزيس دي بتعود على مين؟ على الكونتكست بالفعل اللي انا بستخدمه. عشان كده انا هنا عايزك تطبق يعني زي قاعده كده بسيطه بالنسبه لك. انا دلوقتي دايما لما اجي استخدم اكستنشن على كلاس يبقى انا محتاج الكلاس ده في العمليه اساسا. يعني انا اكيد هستخدم الزيس كيورد اكيد 100%، زي ما طبقنا الكلام ده في السترنج. يعني انت في السترنج هنا استخدمت السترنج بالفعل. انت محتاج السترنج في عمليه ايه، عمليه البارسنج، فبالتالي استخدمنا السترنج. فعشان كده انا في المكان ده استخدمت الكونتكست، لان بالنسبه لي الكونتكست هو فعلا الحاجه اللي انا هستخدمها في عمليه النافيجيشن بشكل مباشر. فاقدر بكل سهوله اضيف عليها الميثود، ويبقى انا كده معايا الكونتكست. وكل اللي فاضل لي ايه يا شباب؟ فاضل لي الفيو اللي انا محتاج اعمل لها بوش. فكده بالنسبه لي ده ابسط شكل حرفيا لعمليه ايه، لعمليه النافيجيشن عن طريق الاكستنشنز ميثودز. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.